كنت بحبك من سنين وحبيت التالتة يمين، طلعت ما تستاهلش نادي الزمالك. بنقف وراك بالملايين عشان نستنى نجيب جونين، وبنقف بالساعتين وما تجيبش الاخر جونين. قصة الزمالك بدأت من 6-1، وانا اول ما عرفت الزمالك خسر 6-1 وانا عارف ان النادي ده عمره ما هيكسب افريقيا. السادسة يا زمالك مش هتحصل ابدا. كل حاجة اسودت قدامي لما سمعت 6-1، مبقتش عارف احبه ولا لا. اول ما خسر الزمالك امبارح عرفت خلاص ان انا يمكن ما احبوش تاني. بنحبك يا زمالك، واقفين بالتوابير عشان نجيب تذكرتين، وفي الاخر بتخسر بفرق جونين، يا اما 4-2 يا اما 4-2 او 1-2. واحد اتنين تلاتة 1-2-3 الاهلي احسن حاجة. انا لسه بقول انا اتشقلت، نادي الزمالك غسلني وما بقتش احب ولا الاهلي ولا الزمالك. بيقولوا معاهم احسن ناس حريفة، فعلا معاهم احسن ناس حريفة. الشناوي اللي بيطلع يلعب معاهم عشان ناقصين واحد ما بيعرفش يصد ضربات جزاء. ده من الزمالك. وداعا نادي الزمالك، حبي اللي انا حبيتهولك، تلعب في الاخر يا ريتني ما اديتهولك. اتعلقت بيه كأنه قلبي بالظبط، قلبي ما ينجرح كأن الزمالك انجرح. اول ما الزمالك بيخسر بحس ان انا كئيب، وبحسش الزمالك حبيب، وبحس ان انا هكرهه، لكن لما بيكسب احبه. وداعا. حاسس ان انا بعد كده هيجيله عقدة، لان الزمالك ههدة واتكسر، ههدة اتكسرت. كنت بحلم ان انا العب في نادي الزمالك عشان اكسبه، ولكن عرفت ان الزمالك مش هيكسب. واحد هيسألني هنعمل ايه الماتش اللي جاي، هقوله هنشجع الزمالك.